قرية هجرها أهلها بسبب الأشباح. كانت في يوم من الأيام مصدر كبير جدا للفوسفات للبلاد والتصدير خارج البلد، وكان أهلها عايشين في رخاء لحد ما حصل اللي محدش كان متوقعه. تابع الفيديو لحد الآخر عشان تعرف القصة من أولها لآخرها. ما تنساش حط اشتراكك عشان القناة تكبر، واللايك الجميل دعما ليا. يلا بينا نكمل القصة. أيام الاحتلال الإنجليزي اكتشفوا إن في مكان في جنوب البحر الأحمر على بعد حوالي 30 كيلو من سفاجة كان مليان بالفوسفات، مناجم مليانة بالمادة دي. والكلام ده حصل من حوالي 119 سنة، وكان عبارة عن وادي ليه مدخل واحد بس لأنه كان متحوط بالجبال، ومن هنا كان اسم أم الحويطات. وابتدى الاحتلال الإنجليزي يجيب عمال عشان يستخرج مادة الفوسفات من المناجم اللي موجودة في المنطقة دي. بعد كده العمال ابتدوا يجيبوا أهلهم عشان يعيشوا معاهم، وابتدوا يبنوا بيوت حوالين المنجم. وبعد كده أصبحت قرية أم الحويطات. والقرية كان متوفر فيها جامع ومستشفى ومدارس وخط سكة حديد لنقل مادة الفوسفات من المناجم. ولحد كده الدنيا حلوة. وسنة 1956 الرئيس جمال عبد الناصر أمم القرية وأصبحت مصرية بالكامل. وبعد فترة رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد أصدر قرار بغلق القرية نهائيا، وعمل قرية جديدة بنفس الاسم. ليه بقى؟ القرية دي تم غلقها، والسبب إن أهل القرية ابتدوا يسمعوا أصوات غريبة ومرعبة جدا، وكانت جاية من جوه المناجم، أصوات عمال وصراخ نساء وأصوات أطفال، وبيشوفوا خيالات لعمال رايحة وجاية داخل المنجم. روايات كتير جدا، ومن أشهر الروايات دي كان في مهندس جاله تكليف من شركة كان ليها مخازن في المنطقة دي، وإن هو يروح عشان يعمل جرد داخل المخازن. وعلى فكرة الوقت ده القرية كانت فاضية بالكامل، وفعلا خد السواق وطلعوا في طريقهم للقرية. ولكن في وسط الطريق وهم ماشيين قبل القرية بحاجات بسيطة، المهندس شاف واحدة قاعدة على جبل من ضمن الجبال دي. استغرب جدا لأنه عارف إن القرية فاضية بالكامل، لكن محدش في دماغه. ويدوب العربية عدت من عندها، وبيبص في المراية لقاها اختفت. استغرب جدا، هي ملحقتش أصلا إن هي تمشي، المسافة بسيطة جدا اللي احنا عديناها عليها. لكن محدش في دماغه ومقالش للسواق عشان ما يقلقش. وفعلا وصلوا للمناجم وابتدوا يفتحوا الباب للمخازن عشان يبتدوا الشغل. ودخلوا، وما عداش وقت بسيط ويسمعوا صوت ناس كتير جدا بره، صوت كأن ناس بتتكلم. فهو خد السواق وطلعوا يشوفوا فيه ايه. بيبصوا يمين وشمال ما لقوش حد. الموضوع ابتدى يقلق، قالوا احنا نكمل شغلنا عشان نمشي بسرعة من المكان ده. وفعلا دخلوا جوه، ابتدوا يكملوا شغلهم، ومفيش وقت بسيط تاني ويسمعوا صوت صراخ جامد جدا جاي من ناحية المناجم. وفجأة طلعوا جري على العربية عشان يحاولوا يدوروها عشان يمشوا بسرعة، لكن العربية للأسف ما اشتغلتش. فالمهندس قال للسواق احنا بينا وبين أقرب استراحة 15 كيلو متر، هو ده الحل الأولاني، يا إلا الحل التاني إن احنا نقعد جوه العربية لحد الصبح، لأن هنا مفيش شبكة، ويدوب أول ما النهار يشقشق هنطلع على أي جبل عشان نتصل بأي حد من الشركة يجي ياخدنا. وفعلا دخلوا عربية وقفلوا على نفسهم. ولكن يا ريت الموضوع خلص على كده. ابتدوا يشوفوا بقى ناس وأشباح داخلة وخارجة للمناجم، وأصوات صراخ جامدة جدا. وفجأة لقوهم جايين عليهم. فقام السواق قعد يدور في العربية بسرعة عشان يجري من المكان. وفعلا العربية اشتغلت، وراح واخد بعضه بالعربية وجري. وأول ما وصل عند الشركة وقعوا هما الاتنين قدام الشركة، وبيسألهم المدير على كل اللي حصل. حكوله القصة من أولها لآخرها وعلى اللي حصل معاهم. ومن ساعتها محدش راح هناك. ولكن في روايات تانية بيقولوا إن في ناس الصبح بتروح عادي جدا كمزار سياحي، ويدوب قبل المغرب يمشوا. والله أعلم، في روايات كتير. ولكن من ساعتها محدش يعرف أي حاجة عن القرية دي، ولحد وقتنا الحالي كل حاجة زي ما هي. وبكده القصة بتاعتنا خلصت. يا جماعة لو عندكم أي قصة عايزين نقولها عندي في القناة، يا ريت تبعتولي
على رسائل القناة، وإن شاء الله هقول حكايتكم داخل القناة. لو عجبتكم القصة ياريت تنزل تدوس على اللايك التمام والاشتراك الجميل. أشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.